السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا في فيديو جديد. إلياس بن الصغير يطوي نهائيا ملف تمثيله لفرنسا. يواجه إلياس بن الصغير لاعب المنتخب المغربي ونادي موناكو الفرنسي ضغوطات كبيرة من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لإقناعه بتمثيل فرنسا في أولمبياد باريس 2024. وقام مسؤول الاتحاد الفرنسي بالتواصل مع وكيل أعمال اللاعب وأسرته خلال الأيام الماضية، مؤكدين رغبتهم في الاعتماد عليه مستقبلا مع المنتخب الأول، وذلك في محاولة لجعله يتخلى عن تمثيل أسود الأطلس. لكن أكدت عائلة بن الصغير أن اللاعب حسم قراره بشكل نهائي واختار تمثيل المنتخب المغربي رافضا كل الإغراءات الفرنسية. وأشارت العائلة إلى أن إلياس بن الصغير مقتنع تماما بتمثيل أسود الأطلس، خاصة بعد ما أثبت قدراته وفرض نفسه منذ أول ظهور له مع المنتخب في ودية أنغولا وموريتانيا. ويظهر هذا القرار تمسك بن الصغير ببلده الأم المغرب ورفضه لضغوطات الاتحاد الفرنسي، إيمانا منه بدوره في مسيرة المنتخب المغربي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.